مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدون أدنى شك بزاف منكم كيعرف شكون هو الفايد وشنو دار الفايد لمدة 30 ولا 40 عام وهو تيكذب على الناس وكينشر. بالنسبة لي أنا حتى هو وجهة نظر ديالي أنا، كاين الناس اللي ما متفقينش، ولكن هذا هي وجهة نظر ديالي أنا. كان تيكذب على الناس، كينشر واحد النوع ديال الدجل أنه كيداوي كلشي بخزو بالبصلة والعشوة وداك الشيء. وهذا الشيء باش دارو كامل لأنه كان تيستغل داك اللقب ديالو الدكتور، والناس بزاف د الناس كانوا كيعتقدوا بانه هو طبيب. كيسمعوا دكتور لقاش واحد المجتمع متخلف، بزاف د الناس كيسمعوا دكتور صحابهم راه طبيب. هو راه بنادم يكون دكتور، وانا ما انا دكتور ماشي طبيب، انا دكتور في الجامعه. كاين دكتور فارماسيان، كاين دكتور يقد يكون بيطري، دكتور في القانون، دكتور في بزاف د الحوايج، ولكن طبيب لا. كاين دكتور طبيب هذاك بوحدو. هو كان تيستغل هذاك اللقب ديالو والناس كانت كتيق داكشي. بون ماشي بزاف د الناس كيسحبهم طبيب، دونك كيسحبهم داكشي تيقول لهم كله راه صحيح. دابا واحد السيده صيفطت لي واحد الميساج دي واحد اليومين على البريفي. انا نوريه لكم دابا. ها هو هذا، قراوه مزيان وغادي نوليو. دونك كما قريتو في داك الميساج، هاد السيده هذه كتعاني من واحد المرض، كتعاني من الله يشافيها ويعافيها، كتعاني من التصلب اللوحي على ملتيبل سكليروزيس. وهي كانت كتاخذ واحد المكملات من واحد الشركه، راه هي نتوما شفتوها تما مكتوبه، لحقاش واحد السيد واحد الطبيب على ما كتبات تما هي سميتو حسين كينصح بها، وقالت لك هي بانه خداتهم لان تيقات داكشي تيقول. والمشكل هو هذا السيد ماشي طبيب، حتى هو دكتور، هو تقريبا نفس سميتو نفس الاختصاص بحال الفايد، علم الاغذيه، ما عندهم لا علاقه لا بالتغذيه لا بالطب. تيقري في جامعه بنوطوفيل في قنيطره. دونك هي يصحابها طبيب وبزاف اللي بحالها. هاد السيد هذا وهاد المكملات اللي كيبيع، وانا درت عليه بزاف د الفيديوهات راهم في اليوتيوب، كيدعي انه بهاد المكملات راه كيداوي الزهايمر والتوحد والباركنسون وجرثومات المعده، كلشي الامراض كلشي. دونك مشكله كبيره ان هاد ما عمري سمعتو في شي فيديو، لا هو لا الفايد بجوجهم، ما عمري سمعتهم تيقولوا لعباد الله انا ماشي طبيب. كيستعملوا داك المصطلح الدكتور فلان الدكتور فلان، ولكن باش في الاول د الفيديو ديالهم يقولوا لعباد الله عباد الله انا ماشي طبيب، باش الناس تعرف مع من كتهضر شكون اللي كيهضر معاها. هما كيستغفلوا الناس عن عمد ولا ماشي عن عمد، ما نعرف انا، كيبان لي عن عمد ما تيقولوش هاد الهضره هادي باش يخليو الناس تيقهم. ها هي السيده مسكينه عندها سميتو التصلب اللويحي ولا تصلب متعدد، وكتاخذ دوك المكملات يسحبها، راه داكشي غيداويها ولا غيعاونها. والمشكل هو انه واخا التصلب اللوحي ما عندوش دواء، ولكن هو واحد المرض اللي كيتطور، ولكن كاين ادويه اللي كتخلي سميتو المرض. الطبيب يقد يساعدك انك كتحكم في ذاك المرض، يعني حتى يقد ياخر شويه التطور ديالو. الطبيب كيعطيك ادويه باش تكون عندك واحد الجوده ديال الحياه، كتعيش واحد الجوده ديال الحياه مع شويه ديال الرياضه، مع شويه ديال الاكل، واحد التغذيه اللي كتكون مزيانه الى اخره. كاين ادويه اللي كتساعد الناس المرضى بهذا المرض هذا، الله يشافيهم والله يحفظ الجميع منه. ولكن باش تاكل المكملات وتخلي الدواء اللي مجرب، هذه راه كارثه. هاد الناس مساكن كيمشيو ضحايا ديال هاد الدجاله وهاد الكذابه هادو.
واخويا باغي تبيع المكملات وبيع المكملات، ولكن قل عباد الله انت انا ماشي طبيب، باش الناس تعرف بان انت ماشي طبيب وما من حقكش تشخص الامراض وما عندكش القدره باش تشخص الامراض. ماشي تخليهم في دار غفلون وكتستعمل داك اللقب ديالك اللي ما تستاهلش وكتبيعهم المكملات. عيب عيب، انا كنشوفها عيب ان الواحد يستغل اللقب ديالو ديال دكتور جامعي ولا استاذ جامعي ولا اللي بغى يكون، وانه يضحك على الناس ويدعي ان المكملات ديالو كداوي الزهايمر والباركنسون والسكري وكلشي ومقاومه الانسولين وما نعرف والكبد الدهني كلشي. الا سمعتوا الفيديوهات ديالهم انا كنتسائل بعدا علاش عندنا الامراض في المغرب، راه نورمالمون خصنا نكونوا مسالين مع الامراض، لقاش عندنا هاد الدجاله هادو كيداويو كلشي، وعلاش مازال كنمرضوا في المغرب حنا بعد اصلا ما خصناش نمرضوا باسكو عندنا هاد اطباء خارقين هادو شري مكملات كلهم غتبرا. سي دو دانغري، حماق هذا، راه هذا هو الحماق. والناس مساكن الله يحسن العوان، بنادم راه تيكون مريض راه كيطمع، خاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه والطب يعني الطب حصل ماشي يحصل في هذه الامراض، مازال كاين ابحاث كدار، كاين تقدم كل نهار، كاين تقدم جديد، ولكن كاين الامراض اللي صعيبه صعيب التشخيص ديالها، واخا شي خطرات واخا التشخيص فاهم واخا عارفين التشخيص وما كنعرفوش شنو هو الاليات باش كيوقع داك المرض باش تلقى الدواء. لقاش باش تلقى واحد الدواء خصك تعرف عاود الاعراض ديال المرض وتعرف شنو هو الاليات علاش تيوقع داك المرض وفين تيوقع وشكون اللي كيسببو الى اخره باش تلقى واحد الدواء. وكاين الامراض اللي كما قلت عاد بليزيور فوا تنقولها لا سيدي مرض ايديوباتيك، يعني امراض ذات السبب الغير معروف كنعرفوش السبب ديالهم. دونك ملي ما كتعرفش السبب ديال واحد المرض كيصعب انك تلقى الدواء ديالو. ولكن هذا ما كيعنيش بان راه ما كاينش ادويه، راه كاين ادويه اللي كتساعد في التحكم ديال المرض في المرض بعدا على الاقل الطبيب يعاونك باش تحكم في المرض ديالك دوك الاعراض باش ما يتطورش لشي حاجه اخرى. بحال السكري، الادويه السكري راه كتهبط لك السكر باش ما يوقع لكش اثار جانبيه اخرى، باش داك السكر ما ياثر لكش على القلب وعلى الكلاوي وعلى الدماغ ديالك وعلى الكبده وعلى اشياء اخرى. دونك الله يجزيكم بخير بعدوا على هاد الدجاله هادو. راه ما عمركم تلقاو شي واحد طبيب متخرج محترم اللي كيحترم المهنه ديالو وغيجي يبيع لك المكملات. الطبيب يعطيك المكملات الا كنتي محتاجهم، الا شاف بان عندك واحد النقص واحد الفيتامينات ولا في واحد الاملاح معدنيه غادي يقول لك سير خذ هذا المكمل هذا مع هذا الدواء ديالك، وغادي يعطيك الدواء اللي ما كيتعارضش مع المكمل اللي ما كيتعارضش مع الادويه. خصكم تعرفوا بان كاين المكملات اللي يمكن لها تاثر على المفعول ديال الادويه حتى هي. دونك هاد السيده بقات فيا في الحقيقه دابا مسكينه، هي عوض ما تمشي تاخذ الدواء اللي يناسبها لذاك المرض ديالها الله يشافيها، هي تيقات في هذا السيد هذا وكتاخذ المكملات والمرض غادي وكيزيد. سمحوا لي راه متمرض شويه ولكن الحمد لله. دونك الله يجزيكم بخير، حداو صحتكم ما تبقاوش تسمعوا للدجاله هادوك، راه غير كيبيعوا، راه ما عندهم ضمير، ماشي سوقه هو كيبغي يعرف شحال غادي يبيع باش ياخذ لا كوميسيون ديالو ولا ما نعرف شنو. الصحه ديالك انت راه ما كتهموش، راه هو براسو الى مرض غيمشي عند الطبيب، غيمشي عند سبيسياليست، هو ما ياخذش دوك المكملات. غيكذب عليكم الكذاب اللي قال لكم راه، وهذوك راه لاحظتوا واحد القضيه، هذوك الناس اللي كيبيعوا دوك المكملات كامله يقول لكم راه انا كنت مريض. واحد السيده كتقول في واحد الفيديوهات ديالها انا 6 سنين وانا مريض بالغده الدرقيه والحمد لله من نهار اللي بديت ناخذ هذا صافي راه بريت الى اخره. واحده اخرى كتقول لك كانوا عندي حتى انايا امراض المناعه الذاتيه ما عرفتك شي كتقول حتى هي كلهم كانوا مرض. واحد ثاني تيقول لك انا نخصم 80 ل 70 كيلو في 6 شهور بلا دواء بلا والو. كلهم كان عندهم امراض وخذوا دوك المكملات وبراو كلهم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يحفظ الجميع من الامراض والله يبعدنا على هاد الدجال هذا. السلام عليكم ورحمه الله.